لف الضمان، لف الضمان. المركب بتغرق، السفينة بتغرق. السلام 98. كمل معايا وهقول لك على أسرار أول مرة تتقال وحكايات محدش قالها ولا جرئ يقولها قبل كده. مع اللغز الأخير أخوك محمد موافي. تعال ركز وأحكي لك القصة. قصة السلام 98 من أول لحظة لآخر نفس. يوم 3 فبراير سنة 2006 الساعة كانت حوالي 7 مساء. العبارة السلام 98 رفعت مراسيها من ميناء ضبا في السعودية ومتجهة لميناء سفاجة في مصر. كان على متنها يا سيدي أكتر من 1400 راكب، عمال راجعين من الغربة، ناس معاها فلوس تعب شقة وسنين وغربة وفراق، عائلات وستات مع أجوازهم، أطفال. أنا بحاول أهيأ لك الموقف. كل واحد فيهم شايل أمل إنه يشوف أهله بعد العمر أو السنين أو الغربة اللي عدت دي كلها. تمام. الجو كان هادي عادي خالص، يعني ممتاز، ما يبشرش بأي حاجة. البحر شكله مطمن، بس الحقيقة اللي كان جاي ما كانش طبيعي بالمرة. حوالي على الساعة 11 بالليل بدأت الحرارة تعلى في الجراج اللي تحت بتاع السفينة. ركز عشان هنا ابتدت الحكاية. عربيات كانت بتحمل نقل كتير فوق زيادتها في السفينة، وعربية من دول سخنت وولعت. النار اشتغلت في أول عربية، حاولوا يسيطروا عليها، لكن كان للأسف الشديد النار وصلت للعربية التانية، وبعدها ضربت في التالتة لحد ما الجراج كله بقى للأسف دخان ونار. انت عارف بقى الغريب ان الطاقم بتاع السفينة خبى الحريق على الركاب وقال مفيش حاجة علشان الناس ما تتخضش، لكن للأسف النار كانت بتزيد والدخان بدأ يطلع لفوق، والمية اللي بيتطفوا بيها النار اتجمعت وابتدت تميل في السفينة، وبدأت السفينة ما بين يمين وما بين شمال في العادي. عارف بس ايه كان المشكلة؟ ان كانت النار تحت والدنيا والعة والناس فوق مش دريانين بأي حاجة. الركاب ما حسوش بأي هزة ولا أي حاجة ولا أي سفينة بتتمل من البداية خالص. بس فجأة لما السفينة ملت من كتر المية، ناس وقعت، ناس جريت. أول ما عرفوا إن في حريق الدنيا ولعت، خوف، رعب. تخيل سفينة في وسط البحر ما حولكش أي حاجة من أي حتة والسفينة اللي أنت فيها بتولع. عارف المشكلة كمان إيه؟ إن القبطان اتأخر ياخد قرار، وبدل ما يرجع على مين